المعلم للتلميذ: أين قضى والدك إجازة يوم الأحد يا رامي؟ أرامي والدي ذهب للقاء عشيقته سيدي. فضحك المعلم، وبعد الحصة نادى المعلم التلميذ وسأله: كيفاش تقول هالكلام هذا يا وليدي؟ هذا كلام خطير وعيب تقوله على ابوك، يا اخي بالرسمي الحكايه. فاجابه رامي: سيدي حشمت باش نقول بابا مشى يستقبل في منظر الزنايدي في المطار، عاد قلت زاني خير من طحان، كيما هالطحانه القصارنيه هذوما اللي الحاشا للرجال وحاشا القصارنيه اللي ما يستاهلوش الا ماشيين يستقبلوا في منظر الزنايدي وطحانه التجمع. وقتاش مش تعرفوا أنه الشعب يكرهكم ينعن مذهب بوكم الكلب؟ وقتاش مش تعرفوا أنه الشعب يكرهكم ينعن مذهب بوكم الكلب؟ اصلحتوا جلد الشعب وخليتوا تونس على العظم، وكشفتوا سطر الناس، وخدمتوا الشعب الكل طحان، خدمتوا 12 مليون الكل طحان، وخدمتوا بوليسية على جيرانكم وتحبوا ترجعوا ينعن مذهب بوكم الكلب. لو كان جيتوا رجال وفيكم ريحة رجولية راكم دافعتوا على بن علي الكلب وما خليتوش يهرب كالخراي يهمل. اتفوه على مذهب بوكم الكلب، اتفوه على مذهب بوكم الكلب. ما كذبش اللي قال طبيعة التجمع كطبيعة الضباع، خواف وعينه صحيحة. العلوش الاسباني في عهد النهضة عملتوا عليه شوهة وقلتوا علوش كافر وجاي من بلاد الكفر وياكل في فضلات الخنزير، وتوا في عهد المهدي جمعة ولا ياكل في النعناع والعطرشية ويشرب في ماء زمزم ويدوش صباح وليل وعود الأراك ديما في فمه، وظاهر لي فيه يصلي أصل وما تفوتوا حتى جمعة. هنا عن مذهب بوكم الكلب. وهنا نحب نسألكم يا شعب، يا زواولية، يا رجال تونس ويا حراير تونس سؤال واحد بسيط: يا معارضة، يا مجلس تأسيسي، يا حكومة، مش تقولوا نموت نموت ويحيى الوطن؟ يا داخلية، يا داخلية أفلام، مش تقولوا نموت نموت ويحيى الوطن؟ قولوا لي شكون الوطن؟ مش تونس اللي تجمعنا، مش تونس أمنا نحن الكل يا توانسة، مش تونس اللي متعذبين عليها ومتهجرنا عليها وندافعوا عليها بالدم. تونس ايش تمثل لكم؟ إذا تونس أمك وأختك، نفترضوا أختك الله لا يقدر هالجالة، ولا ميمتك الله لا يقدر هالجالة وربي يطول في عمرها، ويجي واحد عمره 97 عام مش يخطبها تعطيها له، تردوا عليها تعطيها له. تونس مش أمنا، ما تقولكمش قعدتوا وما نصومش على بصله، ما تقولكمش ما تعطونيش العجوز مكمل ما يجمش يشد بولته. تردوا عليا، ردوا عليا يا بشر، اذا انا غلط ردوا عليا. ها مش نكلموا، ها مش نكلم مذهب بول الكلب على المباشر سي باجي قايد السبسي. احسبوني زعما قاعد نطلب في باجي قايد السبسي. الو الو سي الباجي قايد السبسي، سي الباجي. هاي وهي شكون معايا؟ ما معك حد يا سي الباجي، ما مع حد بكلنا ضدك يا سي الباجي. اطلبتك مش نقول لك يا اخي دار بوك وقتاش باش تموت، وقتاش مش ترتحنا فيك يا اخي دار امك وقتاش مش تموت. تب لشعب امله عجوز في التسعين. قرأنا في التاريخ عن مجنون ليلى وعن مجنون لبنى وعن مجنون عبلة، فسجلوا عني أنه للثورة ثوار مجانين وأنا أول المجانين، وكل من ينتخب النداء يعطيه داء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.